آه، معايا برج السرطان. أهلا بيك يا سرطان. هنعمل قراءة منفصلين. آه، الشريك المنفصل أو الحبيب المبتعد. هنعرف تفاصيل العلاقة وطاقة الشريك وطاقة العلاقة. ما تنساش يا سرطان تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. للقراءات الخاصة الرقم موجود في البايو للتواصل مع القناة. ناخد طاقة الشريك وطاقة السرطان. بسم الله. طاقة الشريك المنفصل، طاقة السرطان، سرطان، طاقة شريك السرطان المنفصل. شريكك المنفصل أو حبيبك المبتعد أو خطيب حبيب شريك، لأن في ناس بتسألني هو بتنطبق على إيه؟ بتنطبق على أي علاقة كنا فيها مع بعض. آه. طاقة العلاقة. طاقة العلاقة وتوضيح عن العلاقة دي كان فيها ألم كبير يا سرطان، فيها علاقات وفيها أوجاع كتيرة يا سرطان. توضيح للسرطان. آه العلاقة دي يا سرطان كان فيها مشاكل كتير، مشاكل كبيرة جدا ما بينك وبين هذا الشخص المبتعد عنك المنفصل عنك. آه كان في ألم ما بينكم، كان في أوجاع، كان في خيانات أطراف ثالثة، كان في عدم تقدير، كان فيها مشاكل كبيرة جدا عاطفية، فيها مشاكل عاطفية. شريكك حد بيحب الحياة وعنده حماس الحياة بقوة، حد يعني آه، يعني مهتم بالحياة ومهتم بتفاصيل الحياة. آه، الشخص عنده شغف في الحياة، عنده شغف كبير في الحياة. حاسة إن شريكك هو نفسه عنده طرف تاني. يعني حاسة إن شريك السرطان أو الشخص المنفصل عن السرطان عنده أطراف تانية أو عنده شيء تاني شغله هو كمان، هو في الحال ده يعني. طاقة السرطان. السرطان عايش مع نفسه، عايش جواه، سايب نفسه خالص الفترة دي. السرطان عايش في فلو مع نفسه، سايب الدنيا تجيب اللي تجيبه، تعمل اللي تعمله، سايب نفسه قوي، بيحاول يدور على الإبداع اللي جواه، بيحاول يدور على نفسه جواه. حاسة إن السرطان فيه تغيرات كتير في حياته الفترة دي. شايفة إن هو بيحاول يعني يكون في عنده بدايات جديدة تخص ذاته هو، تخص روحه هو، تخص إبداعه. حاساه مبدع. شايفاه عنده طاقة من الكون، طاقة روحية، روحاني أكتر، روحاني أكتر. حاسس بروحانياته قوي، حاسس باتصاله. آه طيب، العلاقة دلوقتي ما بين آه الشريك المنفصل أو الحبيب ده المبتعد ما بين السرطان، علاقة فاقدة الشغف، علاقة بتدور على الشغف. مش شايفة فيها شغف، فيها هدوء سكون، ما فيهاش أي شغف. طيب، مشاعر الشريك ده يا سرطان، مشاعره إيه في الجنة؟ مشاعر الحبيب المنفصل أو الشريك المبتعد تجاه السرطان.
غامض، بي بيطلب العدالة، بيطلب العدالة. هو نفسه حاسس إن هو مش عايش معاك حياة فيها عدالة، مش شاعر منك بالاعتدال، مش شاعر منك بالحب اللي هو عايزه منك، مش شاعر بنفسه معاك. شايف إن هو بشوف إن مشاعره غامضة، بشوف إن هو في حيرة، بشوف إنه هو في حال مش مرتاح فيه خالص، تعبان جدا جدا، حاسس إن هو عايز عدالة، وحاسس إن هو من العدالة إنه يترك هذه العلاقة، إن من العدالة إنه يترك هذه العلاقة يا سرطان. طيب، مشاعر السرطان إيه؟ يعني غريبة جدا. السرطان متعلق. طيب، السرطان متعلق بيه. متعلق بالشريك ده أو بالحبيب المبتعد والمنفصل ده، متعلق بيه جدا، لسه في طاقة تعلق، لسه في حب، لسه في تفكير، لكن لسه في شغف او عايز. بص، هو متعلق بيه في حاجة يعني تخص ايه، ممكن يكون متعلق بيه بعلاقة، علاقة كانت ما بينكم، ممكن يعني علاقة جسدية. انا شايفة انها علاقة جسدية اكتر من عاطفية، شايفة ان السرطان متعلق بيه كده بس. لكن آه مشاعر السرطان يعني بيبعد بحكمة، أو بعد بحكمة. رؤيته للحياة اختلفت، السرطان الفترة دي، فبقى بيحاول يتحكم، بقى عنده رؤية أخرى روحية، فبيحاول يتحكم في نفسه وفي مشاعره تماما بعيد عن هذا الشخص المتعلق بيه. بيبعد السرطان، مشاعره بيبعد أكتر رغم إنه متعلق بيه، لكن بيحاول يبعد. في جزء كبير في السرطان بيكلم السرطان، وجزء داخلي بيقول له أنا فقدت نفسي لما بعدت عن هذا الشخص، يا ريت يرجع تاني يكون في حياتي. يعني في جزء تاني جوه السرطان بيكلمه وبيقول له إن هو نفسه السرطان يرجع تاني لهذا الشخص، لكن شايف إن هو يعني حاسة إن علاقة السرطان بالشخص ده إن هو بيبعد عنها بعقل وحكمة. يعني متعلق بيه، لكن بيوظف عقله أكتر من قلبه. في العلاقة دي بيوظف عقله أكتر من قلبه، يعني بيطلع القرار من عقله إنه يبعد عن هذا الشخص ده، عن شريكه، بعقل، مش بقلب، بعقله بس، بياخد قرار عقلاني علشان يبعد عن الشخص ده وهو متعلق بيه، يعني بحكم عقله من الآخر. طيب، مشاعر، قلنا خدنا المشاعر. طيب، هناخد ايه تاني؟ شايفك ايه شريكك يا سرطان؟ شايفك ايه؟ شايف نفسه ايه؟ هو شايف نفسه سعيد من غيرك، شايف نفسه بعد عنك استريح منك، لما بعد عنك ارتاح منك. شايف انه كان في حياته اوجاع كبيرة جدا بسبب تواجدك فيها، ولما بعد عنك استريح كتير، رغم انه لسه متعلق بيك برضه. يعني هو لسه متعلق بيك، لسه بيفكر فيك، آه لسه بيفكر فيك ولسه متعلق بيك، لكن شايف نفسه انه في افضل لما بعد عنك، افضل، حاله افضل بكتير لما بعد عن العلاقة دي. بالنسبة لك انت يا سرطان، شايف آه او بالنسبة لك انت، هو شايفك ايه؟ هو شايفك روحاني، شايفك روحاني، شايفك مندمج في روحانياتك، شايفك عقل من الاول، شايفك انضج من الاول، شايفك بتفكر بعقل اكتر، بنضوج اكتر في العلاقة دي. آه بتتواصل مع، يعني مع ربنا ومع روحك اكتر. شايفك روحاني اكتر، شايفك ما بقتش زي زمان، اتغيرت، شايف تغيراتك.
شريكك أو الشخص المنفصل عنك شايف إن أنت ابتديت تبقى متغيّر خالص الفترة دي، وشايف إن أنت فاقد الشغف فيها العلاقة دي، شايف إن أنت بترفع إيدك عن العلاقة، وشايف إن العلاقة دي كمان جابت لك وجع دماغ. هو شايف إن أنت استريحت كمان من وجع الدماغ وهو استريح من وجع القلب، بالضبط كده. فالانفصال يعني كان طلب منه هو، طلب للعدالة. طيب هناخد هل في تواصل تاني مرة أخرى ما بين السرطان وشريكه؟ عندي هنا يا جماعة برج ناري، عندي برج ناري، وعندي برج هوائي، وعندي برج إيه تاني؟ ترابي. لأ أنا شايفة إن بس أكتر حاجة قدّامي ميزان، عندي ميزان، عندي حوت، عندي آآ عندي برج إيه تاني؟ عندي برج ناري، بس مش عارفة إيه بالضبط. عندي برج عندي برج ترابي. طيب هل في تواصل مرّة أخرى؟ نعم، عمداه. إمم، في تواصل. يا جماعة العلاقة دي فيها تواصل. في تواصل مرّة أخرى، في تواصل ما بينك وما بين الشخص المنفصل عنك ده، في تواصل، في تواصل مرّة أخرى. لسه فيها تواصل هذه العلاقة ولسه فيها كلام. في تواصل في العلاقة دي تانية، هيبتدي في مرحلة تانية هترجع في مرحلة ما بينكم الفترة دي هترجع تاني وهيحصل تواصل تاني، وهيحصل تواصل تاني ما بينك يا سرطان وما بين هذا الشخص المنفصل عنك. أتمنى تكون القراءة عجبتك ويكون وصل لك الإجابات اللي أنت محتاجها يا سرطان. اللي محتاج توضيح أكتر بصفة عامة عن العلاقة، بصفة خاصة عن العلاقة، الرقم موجود في البايو، يكلمنا ويتواصل معانا لحجز قراءة خاصة تفصيلية وتوضيحية للعلاقة وللشخص وللشريك. أهلا بك يا سرطان، ويومك جميل إن شاء الله.